السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 200 خطأ في العقيدة. وخطأ اليوم يا أحبابي هو قول القائل: أبكي على الزمان إلا عمل القصير شمعدان. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وهذا المثل قريب من المثل الآخر اللي هو يدي الحلق للي بلا ودان. تعالوا نشوف يا حبايبي، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قد تجد إنسانا فقيرا وعاش فترة من الزمان فقيرا، ثم يسر الله له أسباب الرزق وفتح له من صنوف النعم وأغناه من فضله، فإذا رآه حاقد أو حاسد قال: أبكي على الزمان إلا عمل القصير شمعدان. طبعا يا حبايبي الكلام ده في اعتراض على قدر الله، وفي سوء أدب مع الله، وسوء ظن بالله أنه لم يفعل ذلك لحكمة، وأنه يسيء التصرف في كونه، فإنه يعطي من لا يستحق ويمنع الخير عمن يستحق، وبأن البشر أعلم بمواقع الفضل من ربهم عز وجل، وحاشا لله أن يكون هذا الكلام صحيحا عياذا بالله. طبعا من المعلوم يا حبيبي أن الزمان لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقضاء والقدر واجب على كل مسلم. فيعني الإنسان لا يتم له إيمان إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، واعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويكون على يقين بأن كل شيء مقدر ومكتوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا يا حبيبي لما نشوف واحد ربنا أغناه من فضله سبحانه وتعالى، لا نحقد عليه ولا نحسده ولا نعترض على قضاء الله، ولا نقول مثل هذه الكلمات: يدي الحلق للي بلا ودان. إن هذا اتهام للمولى عز وجل في حكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى، وسوء ظن بالله، واعتراض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يقال مثل هذا، وإنما الذي يقال: نسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يرزقني مثله حتى أستعين بذلك المال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا حقد عند المؤمن ولا حسد ولا ضغينة، وإنما يتمنى الخير للناس ويتمنى الخير لنفسه، ويدعو لنفسه ويدعو للناس، وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. إذا فهذا من الأمثلة المحرمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.